هي اساسيات شنطة الولادة ليكي وللبيبي؟ هقولك عن تجربة شخصية. الحاجات اللي اخدتها معايا وانا رايحة اولد ونفعتني جدا جدا جدا، والحاجات اللي اخدتها معايا وملهاش لازمة وما نجيبهاش اصلا. فلو انتي مامي وقربتي تولدي، تعالي اقولك بقى تعملي ايه وتجيبي ايه في شنطة الولادة ليكي وللبيبي. فمعلش يا جماعة، انا جايه لكم بالاسدال، فمش مشكلة، انتوا اخواتي وصحابي وحبايبي فعادي يعني. انا عارفة ان انا بقالي يومين ما نزلتش اي فيديو، بس معلش انتوا عارفين بقى رمضان والوقت يعني بنفطر وبنصلي وبنغسل المواعين والسحور والجو ده كلكم عارفينه. فقولوا لي النهارده فطرتوا ايه في رمضان، النهارده عملتوا اكل ايه، قولوا لي في الكومنتات علشان ناخد افكار من بعض. ويلا بقى نكمل الفيديو. وعايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي 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 قوي. بس بقى قبل ما نكمل الفيديو حطوا لايك عشان الفيديو بتاعي يوصل لامهات كتير قوي وناس كتير قوي تستفاد مني زي ما انتوا كده ان شاء الله هتستفادوا مني. واكتبوا لي في الكومنتات عايزين اتكلم عن ايه تاني، وبرده اكتبوا لي انتوا حبيتوني ولا لا، وانا بحبكم قوي 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 قوي. وكل سنه وانتوا طيبين ورمضان خير عليكم ان شاء الله. يلا بقى نكمل الفيديو عشان ما بقاش لكاكه. عايزه اقول لك حاجه. طيب انا امتى اجهز شنطه الولاده؟ اول لما تخش الشهر التاسع، اول يوم في التاسع ان شاء الله عايزاكي تكون شنطة الولادة اصلا انت مجهزاها وحاطه فيها كل حاجتك انت والبيبي، وتقفليها وتركنيها على جنب. مفيش حاجه اسمها لسه بدري، مفيش حاجه اسمها لا طب لما قبل ما اولد بيوم. انت يعني ممكن تولدي طبيعي، انت لسه متعرفيش انت هتولدي ايه. فلا، الاحسن انك لازم تكوني مجهزه الشنطه بتاعتك علشان لو ولدتي في اي وقت تكون الشنطه موجوده. مش لسه بقى اصلا مش هتلحقي يعني تطلعي حاجه ولا هتعرفي. فطبعا مامتك او حماتك مش هتعرف الحاجه اللي انت عايزاها او الحاجه اللي انت عايزه تجيبيها للبيبي اصلا، فهيحطوا لك اي حاجه. لا، انت خلي بالك يعني لازم الشنطه بتاعتك تكوني مجهزاها او محضراها قبليها يعني فتره كبيره او لما تخش الشهر التاسع باذن الله. تمام. طبعا نتكلم ايه اول حاجه. شنطه الولاده. شنطه الولاده دي لازم تكوني جايباها نوع كويس، وتكوني جايباها برضو تنفعك. تجيبها طبعا يعني حجمها كويس، انك تشيلي فيها هدوم وحاجات البيبي والبامبرز والحاجات الكتيره دي. فشنطه الولاده لازم يعني تخلي بالك تكون حلوه وخامتها كويسه. اي بقى نوع يعني اي سعر على قد ما قدرتك هاتي الشنطه. في انواع كتيره وفي اسعار كتيره، في الغالي وفي الرخيص. شوفي انتي في مقدرتك تجيبي بكام واي نوع وهاتي. تمام. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه هنتكلم بقى في حاجتك انتي، هنتكلم في حاجتك انتي واكيد حاجه البيبي. انتي بقى تاخدي معاكي ايه في شنطه الولاده؟ انتي لو في صيف هتاخدي عبايه او بيجامه. شوفي انتي بتحبي ايه، بترتاحي في ايه، بتحبي تلبسي عبايات اكتر ولا بتحبي تلبسي بيجامات. تمام. بس طبعا لازم البيجامه تكون واسعه عليكي عشان تعرفي تاخدي راحتك. يا اما تلبسي عبايه اللي هي العاديه خالص الصيفي، او في الشتاء تلبسي عبايه قصيفه. تمام. برضو شوفي انت بتحبي العبايات او بتحبي البيجامات اللي هي بتبقى بيجامات كده بزراير، بتبقى واسعه، بتبقى شكلها حلو قوي 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 قوي. وممكن كمان تلبسي عبايه زي ما انت حابه، وشوفي انت تبقي مرتاحه في ايه. تمام. تالت حاجه بقى لازم تخلي بالك تاخدي معاكي غيارات داخليه او ملابس داخليه. تاخدي معاكي كذا حاجه، يعني مثلا يعني كتير، يعني خدي معاكي احتياطي. تمام. هنتكلم في تالت حاجه ليكي انت. خدي فوطه، خدي صابونه، والاحسن تكون صابونه اللي هي ديتول، اللي هي العادي اللي هي بتتباع دي، مطهره بتبقى احسن. وخدي فوطه ليكي، وخدي مشط طبعا ليكي عشان طبعا لما تستحمي يبقى فوطك والمشط بتاعك كل حاجه بتاعتك موجوده. هتاخدي الحاجه اللي وراها ما تنسيش طبعا الفوطه الصحيه او اسمه دراي. تمام. يا اما ده يا اما ده. شوفي انت هترتاحي في ايه. بس لما انت بتروحي الصيدليه وقلت لهم ان انت عايزه مثلا ألوز او فوطه صحيه للولاده، بيدوكي دراي بتبقى حلوه قوي قوي. يعني في ناس بتقولها دراي، في ناس بتقولها دري، يعني شوفي انت بتقولوا عليها ايه. فانا طبعا دي يعني مهمه جدا جدا جدا. بصي الفرق بينها وبين الألوز بيبقى صغير، مش بياخد كميه كتيره شبهه. فلما بتروحي الصيدليه بتقولي مثلا انا عايزه ألوز عشان هولد، بيدوكي دراي دي بتبقى احسن وبتبقى بتاخد كميه كبيره وما بتسربش خالص. برضو شوفي انت بترتاحي في اي نوع وهاتيه. كده احنا خلصنا الحاجه بتاعتك وخلصنا هدومك او حاجتك. تعالي بقى نتكلم هنيجي بقى نتكلم في حاجه البيبي اللي انت هتاخديها معاكي المستشفى. في ناس هتقولك خدي طقم واحد، كده كده انت هتروحي في نفس اليوم والكلام ده كله. بس لا،
خدي معاكي طقمين للبيبي كاملين، اللي هو الفلانة القط والنص والكم والسلوبيت او شويه تلبسيه بيجامه، وطبعا الطاقية بتاعته والشراب والجوانتي والكلام ده كله. خدي معاكي طقمين كاملين علشان لو البيبي قشط، لو بيبي مثلا قشط والهدوم بتاعته مش هتبقى نظيفه وكده، لا هتلاقي لبس تاني يكون ليه طبعا ماشي. ولو انتي في شتا خدي بطانيه تمام معاكي، ولو انتي في صيف خدي كوفرته معاكي. هنيجي بقى نتكلم في الحاجه التانية، وهي ما تنسيش الفوطه للبيبي عشان لما يحموه يكون فيه فوطه ليه. ما تنسيش بقى الشامبو بتاعه والشاور والبرفان بتاع الاطفال ده برضو خديه معاكي. ما تنسيش طبعا في يعني اطفال بياخدوا ببرونه، لو انت من النوع اللي انت هتدي البيبي بتاعك ببرونه خدي معاكي ببرونه برضو ليه. وكمان ما تنسيش البامبرز. شوفي بقى، بصي احسن نوع وعن تجربه لما البيبي بتاعك مثلا لسه صغير وكده لسه مولود، هاتي نوع عشان بس طبعا ما تنسيش البامبرز، وهاتي نوع كويس تمام للبيبي. بصي البامبرز ده بصي عايزه اقولك ان انتي هتفضلي تغيري كل شويه نوع بامبرز لغايه لما تلاقي النوع البيبي بتاعك مستريح عليه. ما تنسيش طبعا مناديل مبلله او مناديل عاديه، تاخدي الاتنين معاكي. وما تنسيش الكحول برضو، وما تنسيش لو هتديله تتينه برضو ما تنساهاش. وبس كده، ودي الحاجات انتي بتاخديها معاكي المستشفى وانتي رايحه تولدي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه بتاعتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله. وبس كده، وقولي في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه تاني. وبس كده، يلا باي.